بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخواني سكان مدينة أربيل، أخواتي ساكنات مدينة أربيل، مدينة أدلال وإقليم أدلال والمناطق المجاورة الذين حجوا من كل حذر وصوت ومرجل العالم، شكرا لكم. لو كان بغيت نكتفي بالكلام اللي قالوه الإخوان لو كان كافي، لأنهم تكلموا معكم بقلوبهم، تكلموا معكم بعقولهم، تكلموا معكم بتجربتهم، وتكلموا معكم باللغة ديالكم وقالوا لكم كل شيء. ولكن إلا كانوا يتكلموا معكم حتى أنا سنوات هذه وأنا كنتكلم معكم خصوصا من خلال الأسئلة الشفوية في البرلمان، وكنعرف بلي كنتو في الغالب كتتبعوني وكتسمعوني وكتفهموني اش كندير. وداك الشيء علاش جيتيو بهذه الكثافة، هذه الكثافة اللي كيحسبون عليها بعض الأحزاب المغبونة اللي ما كيتجمعوا لها الناس إلا إلا عطاتهم الفلوس. ما كيتجمعوا لها الناس إلا إلا صفطت لهم الكرام. ما كيتجمعوا لها الناس إلا إلا خلفتهم. ما كيتجمعوا لها الناس إلا إلا مشرقت لهم اجيو معنا تحوصوا ونعطيكم باش تغداو وترجعوا بعد ذلك راكبين وتفرجوا في واحد المهرجان وتجيو. حنا ما عطيناكم لا فلوس لا كرام لا غدا، جيتوا بفلوسكم مرحبا بكم. جابتكم محبة الله، جابتكم الثقة، ثقة اللي تسجات عبر الأيام الشهور والسنين. العدالة الدينية اليوم ما بقاش مجهولة الإخوان. حنا هذه السنوات الطويلة تكاد تصل 20 سنة باش دخلنا للحياة السياسية، والشعب المغربي هو شعب ذكي وما كيتجاوبش مع كل واحد بسرعة. في الأول وناس سمعونا جايين باغيين ندخلوا للحياة السياسية تاقوا فينا واحد شوية، لأنه كانوا كيعرفونا معاهم في الدعوة، كانوا كيعرفونا معاهم في التربية، كانوا كيعرفونا معاهم في الأعمال الاجتماعية مع الفقراء مع المساكين، في الدخول ديال المدرسة في العيد الكبير. كانوا كيعرفونا تاقوا فينا واحد شوية. عطاونا في 97 9 ديال النواب البرلمانيين، واخا الحقيقة أننا جبنا أكثر من داك الشيء، واعترفوا لنا 2 ديال النواب باللي المقاعد ديالهم اللي خداو ماشي ديالهم، ديال العدالة والسلام. تاقوا فينا، ولكن ملي شافونا في البرلمان شافوا الوجوه ديالنا. الوجه راه كينطبع يا اما بالطاعه يا اما بالمعصيه، يا اما بالصلاح يا اما بالفساد. شافوا الوجوه ديالنا، قراو في الوجوه ديالنا الخير، شافوا الكلام ديالنا في البرلمان، لقاو الكلام ديالنا هو اللي كيستجب لداك الشيء اللي هما عندهم بالقلب ديالهم وربما ما عرفوش يقولوه. قالوا الله جاب الله نواب برلمانيين
ملي كيهضروا كنشعروا باللي الكلام ديالهم بحال حنا بغينا نقولوه قالوا هما في بلاصتنا. جاو شافوا سمعوا باللي هاد النواب البرلمانيين بقاو بحال اللي كانوا، بقاو ساكنين مع خوتهم في الديور اللي كانوا فيها. شافوا النواب البرلمانيين ديالنا حلوا مكاتب، ماشي هربوا ملي تصوت عليهم الناس مشاو 5 سنين وهما هربانين وعاود جاو يكتبوا على الناس، لا حلوا مكاتب وبداو تيستقبلوا الناس وكيسمعوا لهم وملي كيسمعوا لهم كيحاولوا يقضيو لهم المصالح ديالهم، ما كيتوفقوش دائما. انا نقول لكم كاين ناس جاو عندي اللي كنت نائب في البرلمان قالوا لي السيدي الكرام ما دير لنا والو، كاع ملي سمعتي لينا وعطيتينا قيمه وكبرتي بينا الله يسامحك ما دير لنا حتى حاجه. كانت يا مواطن، كانت خمسه المصباح، كانت خمسه العد. دابا الخطبه ديالي الله يرحم والديك. شكرا للشباب، ولكن خلوني راني كنتكلم وكلكم كتشعروا بلي ماشي كنتكلم راني كنتقطع. عندكم تظنوا بان رئيس الحكومه راه عايش في 1000 ليله وليله. رئيس الحكومه ديالكم من الاداره للبيت ديالو، الإدارة للعمل الاتصال بالناس، واللي كيألمني أكثر ماشي هي الملفات الكبرى ديال الدولة، هي المطالب الصغرى ديال السكان اللي ما كنقدرش نستجب لها وكنعتذر السكان من الآن. هذا الشيء هذا يا إخوان اللي تكلمتكم عليه هو قطرة من واد، غيض من فيض. سمحوا لي ما كنعرفش الحاجة اللي نهضر معكم بها، ولكن انا متاكد انكم كتفهموني. وواخا يكون شي واحد فيكم ما كيعرفش العربيه، انا قالوا لي الناس باللي العيالات اللي في المناطق اللي كتتكلم الامازيغيه كبار يجلسوا قدام التلفزيون وما كيعرفوش العربيه، وملي كنتكلم كيفهموني. لانه كلامي قبل ما يكون كلام ديال السياسي هو كلام جايكم من القلب ديالي. اسمحوا لي انا تاثرت، راه كنتاثر لانني انسان عاطفي، واخا تكون السياسه غادي ما نقدرش نخبي التاثر ديالي. ما دازت 5 سنين حتى 9 ولا 14 من خلال انتخابات الجزئيه. الشعب عطانا 9 ما كملش 4 سنين 5 سنين زدنا 4 5 اخرين، كنت انا واحد منهم. دخلت البرلمان في 99 ملي وصلت 2002 درنا الانتخابات ديال البرلمان ولينا 42 3 ديال المرات. علاش بوبلتي ولينا 3 ديال المرات؟ بالله عليكم عمر شي واحد من العداله والتنميه جا عطاكم شي 100 درهم ولا 1000 درهم باش تصوتوا؟ عمر شي واحد من السلطه جا قال لكم صوتوا على العداله والتنميه بالنسبه لكم؟ ابدا ابدا، لانه بغيتينا شفتيونا عرفتيونا بلا ما ندخلوا في التفاصيل، بلا ما نقول لكم نظافه اليد، بلا ما نقول لكم حتى حاجه، مفهوم كل شيء، معروف كل شيء. جينا لعندكم 2002 عطيتونا 42 من 14 ل 42. الاول مره حد كيضاعف 3 ديال المرات العدد ديال النواب البرلمانيين ديالو. في 2007 عطيتونا غير 46. حنا فهمنا الرساله ديالكم، قلتيو لينا إلا غادي نتوقفوا في وجه الفساد والاستبداد حنا قابلينكم، إلا غتكونوا غير ناس مزيانين ولكن ما في يديكمش
حنا كنعطيكم فرصة ها 42 ولا 46 حزموا ريوسكم. وحتى حنا ما كناش من العابدين وحزمنا ريوسنا. في 2008 اللي اختاروا لي الاخوان امين عام ديال الحزب عطاوني وثيقه مكتوب فيها الاختيار الديمقراطي، بمعنى سير تدافع على الشعب ديالك وجه الفاسدين اللي بالغوا والمستبدين اللي بغاو يحرمونا من الحريات ديالنا ومن الحقوق الطبيعيه ديالنا، واللي هانوا المسؤولين واللي ولا حتى شي واحد ما كيشعر براسو لا امين لا مطمئن لا عنده كرامه، حتى وان كان من الكبراء هو من الصغار المواطنين. عندنا وقررنا نواجهه باللي كتب الله، نواجهوا الفساد، نواجهوا الاستبداد. كان السي عبد الله بغا تيقول الله يرحمه وانتم عاقلين عليه، كان تيقول اللي خصو يتقال اللي خصو يدار مهما كلف ذلك من ثمن، مهما كان الثمن. واليوم 2007 من 2008 وحنا في معركة مع الحزب المعلوم اللي تزاد في لحظة واحدة، ما كملش شهرين جا هو الاول في الانتخابات الجماعية وجمع من والو من 3 ديال النواب البرلمانيين ولا عنده 50 نائب برلماني وطغى على الناس. وين حنا قلنا ما نحطوش السلاح، لا بدا يبقى شي واحد في هذه البلاد كينبه الفوق والتحت، المواطنين والمسؤولين والدولة كاملة اننا غاديين في طريق خطر وما يمكنناش نمشيو فيها، وسرعان ما جاءت نتيجة توقعاتنا لما خرج الشباب في 20 فبراير يصيح ضد الفساد والاستبداد. وإن احنا قلنا لا، فساد الاستبداد نأخذه نعم، لكن نغامروا بالمؤسسات ديالنا لا. ما كاينش في الإصلاح المغرب إلا بالتعاون بين الشعب والمؤسسة الملكية. كل شيء الأمور الكبيرة اللي درناها في التاريخ ديالنا درناها بالتعاون بين الشعب والمؤسسة الملكية، وكانت الاستجابة الملكية من خلال الخطاب ديال 9 مارس، من خلال الدستور الجديد، ومن خلال الانتخابات اللي اعطيتونا فيها المرتبة الأولى 107 ديال النواب البرلمانيين. أنا كنذكركم ولا تكونوا نسيتوا الانتخابات أخوتي ماشي واحد الحزمة ديال النهار ولا عام ولا 5 سنين ولا 6 سنين. الانتخابات تراكم شيء مورا شيء فوق شيء. اليوم غتقولوا لي السبيلات شنو هو الفرق بين اليوم وبين 25 نوفمبر 2011؟ اولا خليوني نشكركم ونشكر الشعب المغربي على الثقه المتزايده من 97 ل 2011 15 عام اعطيتونا الشعوب في الاول اعطيتونا 107 في الاخر. الله يجزيكم وشكرا على ثقتكم. والى حد الان ما كاينش واحد يقدر يعيب العداله والتنميه بحاجه حقيقيه والو. الحمد لله. والانتخابات الجماعيه في 2003 تحت الضغط رشحنا النص ديال داكشي اللي خصنا نرشحو.
وجبنا 600، وفي 2009 رغم الضغط جبنا 1500 وتنسيروا 50 جماعة. والآن احنا كننتظروا إلى بغى الله، وكانت الصناديق كتعكس الإرادة ديال الجماهير اللي كنشوفوها حاضرة معنا في كل مدينة بالآلاف، وترحب بنا كما هي أمامي الآن، أن هذه الصناديق إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف تعطينا المرتبة الأولى إن شاء الله. أنا ما كنعرفش الغيب، ولكن إذا كان هذا الشيء اللي كنشوف صحيح، ولا كان التجاوب ديال المواطنين اللي كان في سلا وفي تازة وفي تطوان واليوم قدامي أزلال اللي كان من الممكن نمشي لمدينة كبيرة، ولكن قلت علاش هاد الندوب الصغيرة ما يكونش هي عندها حظ حتى هي غنطلع عليها رغم الصعوبة والمشقة. جيت عندكم باش نقول لكم واحد القضية. العمل السياسي تراكم، ولكن الإصلاح صعيب. هادو والفوق يرضعوا من البزولة بلا حدود. هادو اخوتي ولفوا يسيروا الجماعات وياخذوا الرشوة ديال 5000 درهم بحال هذاك اللي شفتينا في بغداد الرئيس ديال الجماعة ديال فلان الحزب اللي كتعرفوه، وياخذوا الرشوة ديال مليون وعشرات المليون و100 مليون و500 مليون ومليار وزوج وثلاثة. وانا عارف اش كنقول لكم. واحد مشى عند العمدة ديال المدينة بالدجلة هي وقال له اعطيني الرخصة لهذه التجزئة ديالي، قال له ما نعطيك 500 مليون. ومشى كيدور لكم تشبع ما لقاش حل، رجع لعنده وجاب له 500 مليون. سحب له مسكين غيفرح به، عطاه الساروت ديال الطوموبيل، قال لي سير حطها في الكوفر ورد لي السوارت. الفلوس والإهانة في نفس الوقت. وريوني هذا كيفاش بدا يطلق. شحال واحد فيكم خاصو باش يربح 500 مليون؟ 1000 عام. ولهذا انت باش تربح 100 درهم كتقفض على ذراعك، كتخرج تخدم النهار كامل، ولا كنتي كاع موظف كتصور 5000 6000 7000 10000 درهم في الشهر، ولا كنتي كاع ميسور تربح واحد 500 درهم ولا 1000 درهم في النهار. هذا دخل 500 مليون نهار واحد، وكاين نهار اللي كيدخل اكثر. كيفاش غيدير يطلق؟ لا هو الناس اللي كيشبهوا ليه. وقولوا العجب، قولوا العجب. باز هذا الشعب المغربي اللي باقي فيه واحد يعاود يبدا يصوت على بحال هاد الناس. تقول لي السي الكيران باش غنعرفوهم باين. واش ما شفتيوهمش؟ ما سمعتيش الناس كيشكيو منهم؟ ما شفتيوهمش هذه 20 عام ما كانش عنده طوموبيل وطلع للجنازه افتدى على الطاكسي، واليوم ولادو كيمشيو في الطوموبيلات ديال 90 مليون. قولوا لي منين جاب هاد 90 مليون عباد الله؟ قولوا لي منين جاب هاد 90 مليون؟ انا رئيس حكومه وفي نفس الوقت عملت تجاره بحياتي، وكنعرف الدرهم باش كيتربح. فاش هاد السيد؟ فاش باع؟ فاش شرا؟ شنو المشروع دار؟ شنو التجاره؟ شنو الصناعه؟ منين جاب هاد الفلوس كاملين؟ واش المغاربه عباد الله شنو خصهم باش يفهموا؟ شنو خصهم باش يفهموا؟ هاد الشيء الصرح كامل الرشوه. هذه بحال اللي قال هو براسو كيتهم صاحبه النائب الثاني كما يدعي، وهو كل مره يجيب لنا رئيس يقول لنا هذا هو الرئيس.
ما كاين لا رئيس لا والو، هو اللي كيسير كل شيء في الرؤساء تيخدمهم ويروحوا بحال الا حل الاول لا الثاني غادي يروح الثاني. واش فهمتيني ولا لا؟ الله يهديهم علينا. الهدايه ديالهم هي تصوت ضدهم، ديك الساعات غيفكروا الهدايه. ما والله صوتت عليهم، والله صوتت عليهم تيزيدوا فيه تيزيدوا فيه. ولهذا اسمحوا لي الله يخليكم، اليوم هو اتهم صاحبه قال لي يا فلان بلا ما نذكر السميه ديال المسلمين عليكم عاوتاني، قال له كتاخذ الفلوس من عند التجار ديال المخدرات والناس اللي كيزرعوا هذه العشبه، كتاخذ الملاير جوج وثلاثه، وكتاخذ مئات الملايين، وكتاخذ عشرات الملايين، ثم يا للعجاب دابا رجعت تصالح معاه. غير يقولوا لنا واحد فيهم يا اما على حق ولا كذاب، والثاني يا اما كياخذ الفلوس ديال المخدرات ولا ما كياخذش. يقولوا لنا الحقيقه وحنا نسامحوا لهم كاع في هذه الانتخابات. يقولوا لنا الحقيقه، ما يقدروش يقولوا الحقيقه، لان الا كان الحقيقه غينتهي. ولكن انا سولتكم واش هادو وبحالهم وهادوك اللي هادو كيحميوهم واللي كيتاجروا في الوقود المهرب اللي كيدير الكوارث وحوادث السير والحرائق في الطرق ديال الجنوب وامثالهم، واللي كيولي عنده كيلعب في 500 هكتار بجوار مدينه فاس، هو اللي ما كانش عنده 100 متر مربع ولا عنده 500 هكتار كيتصرف فيها كيفاش بغيتي وهو يطلقوا. ما غيطلقوش، ما غيطلقوش. كاينه طريقه واحده باش يكون. عطاكم الله، عطاكم الدستور والديمقراطيه جوج المناسبات، وحده الانتخابات التشريعيه مرة 5 سنين، وحده الانتخابات الجماعيه مرة 6 سنين. تيقول لك انت شوف هاد 5 سنين اللي دازت عليك، شوف هاد 6 سنين اللي دازت عليك، اللي شتيه كان معاك معقول شجع وعاود عطيه الصوت ديالك، اللي شتيه كان كيخلط عليك اياك ثم اياك. هذه هي لا اطلاق هذا. ما عندي ما بينكم وقت هذه الديمقراطيه. انتم كلكم كتعرفوا الصيد، عندك قرطاسه وحده يا تجيبها صاحب دعوتك يا هو اللي غياخذ 5 سنين هو وطيب. دابا جاوبوني الله يجزيكم. واش من بعد الناس نعطيو هذا الشيء؟ العداله والتنميه باين لكم، بلا ما نبقى نعاود لكم الكرافه ديالو والقصه ديالو. عرفتيوه منين جا من الدعوه والحركه، ربى وليداتو على المبادئ اللي كيامن بها هذا الشعب وعلى المرجعيه ديال هذا الشعب، وجبناهم للتجربه. قلنا لهم يلا سيدي وريونا شنو كيدير. الاولى الحمد لله الى الان ما كاينش واحد اللي اتهم بحق الا واحد حبيبا بين 2003 و2009 وخرجناه ومشى ما بقاش منا، لانه حنا اللي خان كنقطعوه ما كنخليوش معاه. ماشي كنمشيو نقلبوا على الخانزين ديال الاحزاب الاخرى ونجيبوهم ونقولوا لهم اجيو عندنا حنا غادي ندافعوا عليكم، تمخمخوا مع رؤوسكم وقولوا في الشعب. لا، الاولى هي يديهم عرفتيهم خذكم سيروا سولوا الدوله. واخا ملي ولا نائب برلماني هذا الزمان، واخا ملي ولا رئيس ديال الحكومه، باقي كيبيع الممتلكات ديالو. كاين هادشي الدولي باقي كيبيع الممتلكات، وإن الحقيقة الدولي راه كيصرف بزاف. الدولي كيصرف بزاف.
وإن الحمد لله وكذا يستعد الإله. أنا ما درت فلوس وأنت ما درت فلوس، درت كلنا بحال بحال. لا يقولوا لنا صغار ماشي عيب كون درنا فلوس، وإني ما درناش لأننا مشغولين معاكم. لو كان بغى الله يرزقنا شي حاجة أخرى كون رزقها لنا، وحنا قانعين بداكشي اللي عطانا. الله يجعل البركة. ما كيبقى والو أو تقريبا الحمد لله ما كنسكيو على حتى شي واحد. حنا قانعين بداكشي اللي عطانا الله وبدينا بوالو. حنا غاديين شويه بشويه لا للحج لا لنفوسنا، والله يجعل البركه. الحمد لله ربي داير لنا البركه في ديورنا ووليداتنا والرزق ديالنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. دابا الاخوان اشنو هو اللي غادي ديروا؟ غتقولوا لي احنا عندنا مشكل في البطاله، عندنا المشكل ديال السكن، عندنا المشكل ديال النظافه، عندكم المشاكل بزاف، ولكن انا ما غنحلش حتى مشكل اليوم. اليوم اللي غيحل المشكل هو الدين. اولا خصكم تختاروا بنادم اللي صالح. قلت لكم ديالنا يديهم القيه عرفتيها، ديالنا الحمد لله عندهم الكفاءه. انتم شتيو البارح الجماهير اللي جات لتطوان حوالي 25,000 واحد ولا 30,000 واحد. 6 ديال السنوات وحنا كنسلموا تطوان. لو كان سمعت علينا الجماهير ديال تطوان حاجه طايحه، لو كان ما شافش الخدمه ديال الرئيس ديال الجماعه ديالنا، لو كان ما كانوش مقتنعين بلي حنا صالحين ما يجيوش عندنا. سمحوا لي دابا الرئيس ديال الجماعه ديالكم اللي جا عندكم غتجيو عندهم هذه الكثافه. هو سمحوا لي خليونا نكونوا واضحين رضيتنا. اليوم اللي خاص يتحل المشكل، خاص يتحل المشكل من خلال الصوت ديالكم. ولكن انا عارف بلي الاخرين كيكذبوا والمغاربه فيهم النيه، كيكذب عليهم الكذاب وتيغبر 6 سنين وتيرجع وتيعاود يكذب وتيتيقوا. ماشي معقول، ماشي معقول. انا عارف باللي المغربي اللي كيدخل شي واحد عنده للدار وتيتهلا فيه تيقول مسكين انا هاد السيد شاك معايا الطعام ما خصنيش نغدرو. لا سيدي، انت ما قلتيلوش يوكلك، ولكن انت عنده ماشي ملزم باش تصوت عليه. ولا كان بغى يتهلا فيك في الايامات اللي كانت الميزيريه واللي كانت الصعوبه، ماشي تا جات الانتخابات. هذيك الماكله اللي كيجيب ليك هذيك ماكله رشوه باش تصوت عليه. وكنعرف بلي المغاربه كيكونوا ناس مساكين اللي مقصود يبقاو مساكين، واللي كيلقاو اللي يوقف في الجهد. البرامج اللي كنديروا لصالحهم باش غدا يكونوا محتاجين ديك 4,000 ريال ولا 6,000 ريال ولا 10,000 ريال اللي غادي ياخذوا يصوتوا. خاصكم انتوما تكونوا سفراء عند الناس وتقولوا لهم الا خديتيو 10,000 ريال وصرفتيو على مولاها راكم بعتيو بلادكم 6 سنين وهما كينهزوا فيكم وانتوما ما كتوصلوش الحقوق ديالكم، وديك الساعات غتبقاو تشتيو وما تلقاوش اللي غيسمع لكم. اذا خاصكم ديروا معركه. قالكم اليوم الاربعاء الجمعه هذه الجمعه الاخرى كاين الانتخابات. كنتمنى واحد القضيه واخا ما تصوتوش علينا الله يسهل. كنتمنى البلال ما تلقى حتى واحد يمد يدو ياخذ 100 ولا 200 درهم باش يصوت. انتوما غتكونوا قنعتوا الناس اللي هذا عار ما خصوش يكون. انا والله البقعات هذه حتى نفرح، ولكن غنقول لكم لو كانت عندنا شي معارضه قويه فعاله معقوله وصوتوا عليها فوق
احنا سيرناكم 6 سنوات في الحكومة، الراس يلا مرفوع بين البلدان. العالم يثني عليها كأحسن دولة في المنطقة أمنا واستقرارا وجلبا للاستثمار وميزانية متحررة، وتتحدث ويتحدث الناس أنها ستلتحق بالدول الصاعدة إن شاء الله. هذه هي الحقيقة، ما يمكن تغطي الشمس في الغربال. المغرب كيتقدم تقول يستهدي الله، ولكن ما كناش ناس صحيح ما تشوفوش بهذه السرعة. هذه سنوات طويلة ديال الفساد، والفساد واعر، وراه هو اللي موحلني ماشي انا اللي موحلو. وإني رحنا غاديين حنا وياه دقة دقة. ملي كنربحو شي حاجة بحال المنحة اللي كنعطيو للأرامل، العيالات الهزالات اللي ماتوا لهم الرجالات ديالهم وما لقاوش باش يقريو وليداتهم ولا يربيوهم، درنا لهم منحة عمرها ما كانت في المغرب. وبحال الطلبة اللي جداهم في المنح ديالهم، وبحال المتقاعدين اللي جداهم في التقاعد ديالهم ديال الجماعات المحلية وديال المؤسسات العمومية، اللي كانوا عيالاتهم كيقبضوا 4000 ريال و 6000 ريال و 2000 ريال في الشهر. بحال هاد الشيء هذا راه ما كنحققو إلا بصعوبة، ولكن الحمد لله غادي تجي على بدلدة، والحمد لله على المؤسسات ديالنا اللي ما كتخليش شي يطغى على شي. حنا غادي وحدة وحدة، وانتوما لابد تكونوا هادشي شفتيوه، لابد تكونوا عرفتيوه، لابد تكونوا شعرتيو به، وإلا نقول لكم ما عندو حتى معنى الحضور ديالكم، غير هو يعيكم. إلا كنتي ما فهمتيوش بلي هاد الحزب كيبغيكم، هاد الحزب كيموت عليكم، هاد الحزب ساعة كيموت عليكم، إلا ما فهمتيوش هادشي، إلا ما فهمتيوش هادشي سمحوا لي، راكم ما كتشوفوش وما كتشعروش. قلت لكم في الأول راني كنتقطع، ولكن ماشي بوحدي غنقاوم الفساد، ولا انا والحزب ديالي غنقاوموا الفساد، لا بد تقاوموا معنا الفساد. الا بغيتي ولادكم تطلع الراس ديالها، الا بغيتي ولادكم يقراو، الا بغيتي المستشفيات تحسن. حنا ملي جينا وحنا كنحطوا المعارف وقفنا الاضرابات في التعليم، ولا ولادكم كيلقاو المعلمين والاساتذه. وقفنا الاضرابات في المستشفيات وليتو كتلقاو الاطباء. وقفنا الاضرابات في الجامعات المحليه وليتو كتلقاو الموظفين. وقفنا الاضرابات في المحاكم وليتو كتلقاو القضاة والمحامين. وقفنا التوظيف المباشر باش ما يبقى حتى واحد كيتوظف في عز الليل. ولاو الناس كلهم متقاتلين، واللي في طرفايه، واللي في الحسيمه، واللي في كل بلاصه، والعيون الداخله كيدوز الجمهوري لا استحق يدي، لا استحق يدي. إلا كان باقي ما عندناش بزاف باش نديرو كلشي البرامج اللي بغينا نديرو، ولكن ما تنساوش اننا كنحاولوا نديرو بيناتكم العدل، والعدل هو الاساس ديال كل خير. العدل هو كل شيء. وقفنا المساعدة ديال المحروقات والطفرات على الميزانية ديال الدولة، حوالي 70 مليار ديال الدرهم اللي ان شاء الله بالتوجيهات ديال سيدنا غنخدموها للمناطق النائية والمناطق الفلاحية. ما غنكونوش مضطرين نمشيو نستلفوا من عند الناس بشروط صعيبة. هذه هي العدالة والتنمية والحكومة اللي كتحصل العدالة والتنمية مع الحلفاء. قلت لكم واش بغيتوني نوقف الفساد؟ واش اللي كياخذ 500 مليون في نهار واحد هو وصحابه ولا بشبه عليا؟ واش انا غنغلطو ولا انا واش ندير؟ احنا ما كنطلبوش منكم بزاف، كنطلبوا منكم جوج د الحوايج. الاولى
من هنا النهار 4 شو كندير ما تنعسوش، خدموا اتصلوا بالسكان بالمناطق بالبوادي بالدواوير. انا جاي لقيت واحد الناس كيتسناوني، انتم مش عارفهم تسكتوا الزرايا. قلت للسائق وقف جاو قلنا بعيد الراي، لانه دابا هذا ما يمكنش يكون ماشي مسموح باش الرايه تستعمل في حمله الانتخاب. شنو بغيتي؟ قال لك حنا ما عندناش الماء، ما عندناش الضوء، ما عندناش. طيب واحد جا عندي قال لي السي مكيران هنا حضرني الرئيس تقدم جاري وما عطانيش. واخا انا غادي نحاول نحل المشكل، ويني شحال من دوار غادي نعرف انا، شحال من رئيس غادي نعرف انا. النهار الاول اللي جيتو تختاروا ضحك ليكم غداكم دور معاكم، دابا كيبدل يقلب. ما خصناش اللي يعطينا الفلوس، واخا يكون وزير ولا يكون غني. واحد النهار قالت لي واحد الامريكيه في امريكا، قالت لي كيف غديروا مع شعب انتم دوله فقيره؟ قلت لها احنا المغاربه ما كيشتيوش منكم، المغاربه كيشتيو من الكل. وانا كنقولها للناس كيسحب له واش كنضحك، هذا هو الشعب اللي واحد العدد من الناس منه وكنتمنى هادشي يكون فات كان كيعيش في الوثائق. هذا الشعب يقدر يتحمل الفقر، ولكن حتى شعب ما كيتحمل الفقر. هذا الشعب ما كيتحملش الفقر. وجا الوقت باش نديرو شويه ديال التوازن. المدن الموظفين وصلوا واحد المستوى الحمد لله خداو حقهم طبعا، لانهم مواعي كيديروا الاضراب، كيديروا الوقفات الاحتجاجيه، عندهم الاعلام، نوضوا قبيله على حاجه صغيره وحاجه كبيره. تقول انت واش القيامه قامت؟ قال لك جوج ديال البنات كانوا لابسين الصلايات وقع لهم ما نعرف شنو. سولت وزير العدل قال لي اش ما كانوش لابسين الصلايات، كانوا لابسين السراول. وغير معقول هادشي. المحضر عندنا لا يكتبنا شي واحد، قلنا ما نهضروا وما نتكلموا، خلي القانون يدير شغالو. القانون دار شغالو. اليوم خصنا نتفاهموا. الناس اللي لاباس عليهم حنا كنعاونوهم باش يديروا المقاولات يخدموها باش الشباب يلقاو الخدمه. لكن ما تقولوش لي دابا تهلا في ناس التفكيرات حتى نشوفوا الناس اللي تحت. فكرنا في الموظفين اللي عندهم اقل من 3000 درهم، حتى موظف اليوم الخطير اقل من 3000 درهم. فكرنا في العمال عندهم 10%. تنفكروا في الناس اللي تحت، المراه المسكينه اللي مات لها الرجل، ولا اللي كانت يعني ضحيه ديال الفساد ولا الاغتصاب، والانسان الفقير اللي ما لقاش الخدمه، والصغير والكبير اللي ما لقاش باش يقرا باش يوصل للمدرسه. خليونا شنو هي السياسه؟ السياسه هي الميزانيه ديالك اللي عطاك الله صرفها مزيان. المغاربه الا ما عندناش الفلوس ما يقولوا لنا والو ومستعدين يصبروا، ولكن الا شافوا الفلوس كيتسقاو الاغنياء والاقوياء والضعفاء والفقراء ما كيوصلوش حقهم لا يبغوهم حقهم يستعاتبوا. هذاك الشيء علاش اليوم جيت لعندكم باش نقول لكم انا مشيت للدازه، مشيت لتطوان، وغنمشي للدار البيضاء، ولكن ما كننساش الهلال، ما غننساش السي، ما غننساش المدن الصغيره. وجيت لعندكم باش نقول لكم بلي هذا الحزب دار مجهود، جمع في الطريقه ديالو الناس اللي كيعتقدوا بالخير،
واللي التجربه قال فيها الشيء ودار اللوائح ديالو بالديمقراطيه حقيقيه. واش عباد الله اللي ما دارش الخير مع راسو غيديروا مع الناس؟ هادو ما داروش الديمقراطيه. يقولوا لي الحج، شكون هذا الحج اللي دار المرشحين ديالو في التصويت في الانتخابات 2000 اجتماع باش اخترنا لكم هاد اللوائح ماشي في المغرب؟ يقولوا لي الحج دار هاد الشيء كامل واليوم جا الدور ديالكم انتم اللي غدوزوا من الامتحان نهار 4 سبتمبر. يا غتنجحوا غتختاروا اللي فيه المصلحه ديال بلادكم انا معاكم، يا غادي تفشلوا وتختاروا الفاسدين مره اخرى الظالمين مره اخرى. ولكن ما كنظنش هاد البلاد غتبقى قدام، لان الشعب ديالها فهم، لان الشعب ديالها بغى الخير، لان الشعب ديالها بغى التقدم. هاد البلاد ما غتتسلوا، هاد البلاد غتتقدم ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا غنكونوا معاكم في الرفقه ديالكم، ما غنطلبوا منكم حتى شي حاجه اخرى الا انكم تصوتوا على الناس ديال العداله والتنميه، لان كنعتقدوا ان فيهم الخير. وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم سميع تقدم البلاد ديالنا، ونطلب الله سبحانه وتعالى يهدي لكم الفاسدين من خلال انكم غتهديوها فيهم، ما غتعطيوهمش الاصوات ديالكم. كنتمناو تفهموهم هزيمه نكره. الا لقيتوا يحسنوا بالعداله والتنميه صوتوا عليها، الا ما لقيتيش احنا معكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحنصلي هذا مركزهم في كل بلاصه. كنشكروا السيد الامين العام الشعب ديال الجيران على الكلمه الطيبه. كنشكروا